دي اسمها غسالة البورد. الناس كتير بتحط فيها تنر، ده ما ينفعش. عشان الغسالة الكويسة اصلا لازم تكون بتسخن. اي غسالة ما بتسخنش ما بتنضفش النظافة المظبوطة. هنا في اكسده واوساخ، عشان تتنضف محتاجه ميه سخنه عشان تلين الاوساخ دي. انا بستخدم الغساله الصغيره دي لبورد الموبايل عشان السائل اللي بنحطه هنا ده مكلف جدا ومش موجود في مصر. بظبط درجه الحراره اللي انا عايزها، وبعمل حاجه اسمها دي جاز بيخلي ان الميه تطلع الهواء اللي فيها، وبنستخدم ميه مخطره. بعد ما توصل الغساله لدرجه الحراره اللي انا عايزها ببتدي احط السائل. بحط نسبة معينة من السائل لان ده مركز، اسمه برانسون اي سي للي حابب يجيبه. وبعمل دي جاز عشان السائل يتخلط. ناس بقى تقول لك انا بحط صابون مواعين، انا مش عارف ايه. يا باشا حط اللي تحطه، انا ماليش دعوه بيك، انت اعمل اللي انت عايزه. عايز تخترع انت اختراع بوردتك وانت اللي هتشيلها في الاخر. بحدد التايم اللي انا عايزه وبحط البورده كده وبدوس على التراسونيك. والمهم بعد ما تخلص العمليه دي البورده دي لازم تتحط في تنر عشان التنر يطرد الميه اللي فيها، تنر او كحول، وتتنشف كويس جدا. هندسه بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها في حالات كتير. لما يكون مثلا جهاز واقع في ميه، لما يكون جهاز فيه قصدير سايل دخل جوه البورده، بيبقى صعب تنظيفه جدا. الغساله بتستخدم لتنظيف الاماكن اللي صعب الوصول اليها بالفرشه. الغساله بتستخدم في تنظيف النظارات، تنظيف ذهب، تنظيف رشاشات العربيات. الرشاشات بعد فتره بتاعت العربيه او الموتوسيكل بتبقى ادائها ضعيف لانها بيحصل فيها زي سدد، فالغساله بتقدر توصل لانها تنظف جوه الرشاشات، بتعمل موجات انفجاريه، بيعمل زي سكراب كده، خربشه للاسطح في اماكن صعب الوصول ليها. باين اي وساخه طالعه من النضاره. بص اول لما هشغل، بص قرب على النضاره، شايف الوساخه اللي طالعه؟ هات نضارتك يا حامد. شفت الوساخه اللي طلعت؟ لو في وساخه تحت اي سي بتطلع، لو في قصدير سايل في البورده بيطلع، لو في اسلاك او وساخه او ميه او اي حاجه مزنوقه في البورده بتطلع بسبب الغساله. لكن لو الميه عامله اكسده والاكسده ادت لتاكل القصدير، فمثلا شفته في البدات بتاعت الكونكتور في الاجهزه اللي فيها ميه، القصدير بيبقى متاكل خالص وظاهر النحاس قدامك. لو حاصل ده تحت اي سي فالغساله هتنضف لكنها مش هتلحم لك، فهي اداه تنظيف فقط. على فكره الميه لازم تبقى عاليه كده، لو انت حاطط شويه ميه صغيرين الغساله تبوظ. هو عامل لك شفه هنا بيقول لك املى الغساله لحد المنطقه دي.